تطوير بنيته الرياضية من خلال تجديد شامل للملاعب وبناء ملاعب جديدة بمواصفات عالمية، حيث ستنظم هذه النسخة من كأس إفريقيا على 9 ملاعب لأول مرة في تاريخ البطولة. ونعرض لكم الملاعب التسعة المستضيفة لكأس إفريقيا المغرب 2025، لكن قبل ذلك ندعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو إذا أعجبكم المحتوى الذي نقدمه على القناة. ملعب طنجة الكبير، أو كما يحلو لعشاق المغرب تسميته بملعب ابن بطوطة، يقع الملعب في مدينة طنجة الساحلية التي تقع أقصى شمال المغرب وتبعد عن قارة أوروبا ب 14 كيلومترا فقط. يتسع الملعب ل 75 ألف متفرج، ما يجعله أكبر وأضخم ملعب في المغرب ومن بين الأكبر في إفريقيا. تم افتتاح الملعب سنة 2011 وكان يتسع ل 45 ألف متفرج قبل أن يتقرر طاقته الاستيعابية على مرحلتين، آخرها كانت أواخر سنة 2023 والتي جعلت الملعب يتسع ل 75 ألف متفرج، كما حولته إلى تحفة مونديالية حيث تمت إزالة المضمار وبناء طابق أرضي جعل أرضية الملعب أقرب ما يكون من الجماهير، وحسن أيضا الرؤية بالنسبة للمتفرجين في الطابق الثاني والثالث بعد خفض أرضية الملعب، مغطى بالكامل بغطاء أنيق من القماش المشمع لحماية المتفرجين من العوامل الطبيعية، إضافة إلى أن الملعب تم تجديد كل مرافقه ومحيطه الخارجي. تصميم الملعب في غاية الجمال والإبداع ويتخذ الشكل البيضاوي. أما مدرجات الملعب فتتكون من 3 طوابق تحيط بأرضية الملعب ويعتبر الطابق الثاني أكبرها. أما واجهته الخارجية فهي من القماش المشمع المدعوم بإضاءة ليل حيث يمكن إضاءة واجهة الملعب ليلا. أما محيط الملعب الخارجي فيحتوي على قرية رياضية متكاملة. الملعب الأولمبي، يقع الملعب الأولمبي في العاصمة المغربية الرباط ضمن المجمع الرياضي مولاي عبد الله، حيث يجاور الملعب الأيقونة ملعب مولاي عبد الله الضخم. الملعب الأولمبي ملعب متعدد الأغراض حيث يستضيف منافسات ألعاب القوى، وهو الملعب الرسمي للدوري الماسي جولة الرباط، كما يستضيف الملعب مباريات كرة القدم. يعتبر الملعب من الملاعب الحديثة حيث تم افتتاحه في شهر ماي من هذه السنة ويتسع ل 21 ألف متفرج. جاء الملعب بالتصميم البيضاوي وهو مكون من مدرج واحد يحيط بأرضية الميدان التي تحتوي على حلبة مطاطية لألعاب القوى. فالغرض الأول للملعب هو استضافة منافسات ألعاب القوى التي تحتضنها مدينة الرباط. أما عشب الملعب فمن العشب الطبيعي، ثلث مدرجات الملعب مغطاة بسقف على شكل هلال من القماش المشمع، وبنفس المادة غلفت خلفيته الخارجية والتي يمكن إضاءتها ليلا. ملعب مراكش الكبير، يقع الملعب في العاصمة السياحية للمغرب مراكش ويتسع لأزيد من 45 ألف متفرج، ويعتبر من الملاعب الحديثة في المغرب حيث تم افتتاحه سنة 2011. وفي سنة 2024 خضع الملعب لعملية تأهيل شاملة من أجل جعله في أبهى كلة لاستضافة مباريات كأس أفريقيا. تصميم الملعب يتخذ الشكل المستطيل بزوايا قائمة. أما مدرجات الملعب تتكون من طابقين سفلي وعلوي، ومدرجات الملعب مغطاة بالكامل تحتيها. أما أرضية الملعب فتحتوي على مضمار ألعاب القوى، في حين عشب الملعب من العشب الطبيعي. ملعب مولاي الحسن، يقع الملعب في العاصمة المغربية الرباط ضمن النسيج الحضاري للعاصمة بالقرب من المناطق السكنية والتجارية، ويتسع الملعب ل 22 ألف متفرج، ويمثل هذا الملعب إنجازا هندسيا وتنظيميا غير مسبوق في المنطقة، حيث لم تتجاوز مدة تشييده 8 أشهر فقط وبسواعد مغربية، ما يجعله إنجازا يفتخر به. الملعب مكون من طابقين متماثلين يحيطان بأرضية الملعب على شكل مستطيل بزوايا ناعمة وخطوط ديناميكية توفي حركة بصرية عالية، كما تجعل المتفرجين يتمتعون برؤية واضحة ومثالية تجعل المشاهدين المباريات بزاوية مشاهدة واضحة أينما كان مكانهم في الملعب. أما أرضية الملعب فهي أقرب بكثير للمدرجات، ما يجعل الأجواء مفعمة بالحماس والمتعة. الشكل الخارجي للملعب رائع للغاية ومتناسق بتصميم عصري حديث يدمج بين الجمالية المعمارية والوظيفة الرياضية، حيث جاء على شكل مستطيل مع منحنيات ناعمة وانسيابية، ما يجعله يبدو ديناميكيا وحيويا. سقف الملعب مصنوع من المعدن الخفيف ويغطي كل مدرجات الملعب. أما الواجهة الخارجية فهي من نسب متفاوتة من القماش المشمع الذي يحمي المدرجات، توسطه معينات تضفي على واجهة الملعب مظهرا أنيقا ومتناسقا، كما يمكن إضاءته ليلا. ملعب محمد الخامس هو ملعب متعدد الأغراض، يقع في العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية الدار البيضاء، ويتسع الملعب 45 ألف متفرج، ويعتبر من أعرق وأقدم الملاعب في المغرب،
حيث بني سنة 1955 ويعتبر شاهد على إنجازات المنتخب المغربي وفريقي الوداد والرجاء. لحقت الملعب العديد من عمليات إعادة التأهيل والتحديث على فترات زمنية مختلفة، آخرها سنة 2024 وكانت شاملة حيث شملت تجديد الملعب بالكامل ومرافقه والمحيط الخارجي له. الملعب يتخذ الشكل البيضاوي الكلاسيكي مع إضاءة جزئي يغطي بعض المدرجات. أرضية الملعب تحتوي على الحلبة المطاطية، أما عشب الملعب فهو من العشب الطبيعي للجودة العالية. ملعب البريد أو ملعب المدينة. يقع الملعب في حي أكدال بالعاصمة المغربية الرباط في منطقة حضارية راقية والتي تعد أكثر أحياء الرباط نشاطا وحيوية. فموقعه المركزي يجعل الوصول إليه سهلا سواء بالسيارة أو وسائل النقل العمومي. بني ملعب البريد الجديد مكان ملعب البريد القديم الذي كان قائما في المشروع، وكان يعد من أقدم وأعرق الملاعب الرياضية في العاصمة المغربية، حيث يعود بناؤه إلى منتصف القرن العشرين قبل أن يتقرر هدمه سنة 2023 وبناء ملعب جديد مكانه وفق تصميم عصري وحديث. يتسع الملعب ب 18,000 متفرج موزع على طرقي الملعب بطريقة عميقة وبشكل هندسي يضمن رؤية مثالية لجميع الزوايا مع امتداد توزيع متناسق للمقاعد بين المدرجات السفلية والعلوية. أما الشكل الخارجي للملعب فيتميز بتصميم معماري حديث وأنيق، حيث يظهر الملعب بهيئة بيضاوية ملساء ومنحنية الخطوط تعكس الانسيابية والحداثة في البناء، مع واجهة خارجية من القماش المشمع تتخذ شكل مثلثات أعطت الملعب مظهرا عصريا نهارا وتتحول إلى واجهة مضيئة ليلا. أما سقف الملعب فقد تم تصميمه بتقنية الهيكل المعدني الخفيف المغطى بغشاء معتمد على ألياف مقاومة للعوامل الجوية، ما يمنحه شكلا أنيقا ومظهرا متناسقا مع الواجهة الخارجية. ملعب فاس الكبير. يقع الملعب في العاصمة العلمية للمغرب فاس ويتسع الملعب ب 45,000 متفرج. افتتح الملعب سنة 2007 ولحقت الملعب وأيضا العديد من عمليات الإصلاح لجعله مطابق لشروط الفيفا الجديدة. شملت هذه الإصلاحات كل مرافق الملعب وجعلته مستعد لاستضافة مباريات كأس أفريقيا في أفضل كلها. التصميم الداخلي والخارجي للملعب يعكس الهوية المغربية وتراث فاس الرائع بلمسات عصرية. شكل الملعب يتخذ الشكل البيضاوي حيث تحيط مدرجات الملعب المكونة من طابق بكل أرضية الميدان والتي تحتوي على مواضع العاب القوة. أما واجهة خارجية من جهة البوابة الرئيسية فمستوحاة من التراث الفاسي مع لمسات معمارية مغربية ما يمنحه هوية محلية. ملعب آدرير الكبير. يقع الملعب في المدينة السياحية أكادير والتي تتميز بشواطئها الرائعة ويتسع الملعب بأزيد من 42,000 متفرج. افتتح الملعب سنة 2013 ويعتبر الملعب من الملاعب المضادة للزلازل حيث تم تصميمه بهذا الشكل بسبب طبيعة منطقة أكادير المعروفة بنشاط الزلزال. تصميم الملعب مستوحى من العمارة الأمازيغية العربية خصوصا في الهيكل الخارجي حيث جاء على شكل مدرجات حجرية مدرجة تشبه التلال وانتظامة الجبل. يتخذ الملعب الشكل البيضاوي تكون مدرجات الملعب من طابقين سفلي وعلوي ويعتبر هذا الأخير هو الطابق الأعلى. أما أرضية الملعب فتحتوي على حلبة مطاطية للألعاب القديمة. أما عشب الملعب فهو من العشب الطبيعي للجودة العالية. ملعب مولاي عبد الله. يقع الملعب في الجنوب الغربي للعاصمة المغربية الرباط. تم بناء الملعب الجديد على أنقاض الملعب القديم الذي كان قائما في الموقع قبل أن يتقرر هدمه بالكامل وبناء الملعب الجديد مكانه. يتسع الملعب ل 69,000 متفرج وهو ثاني أكبر ملعب في المغرب. تصميم الملعب عبارة عن أيقونة تعكس الحداثة وتراعي الهوية المغربية حيث جاء الملعب على الشكل الدائري وهو مستوحى من سعف النخل وهو عنصر ثقافي متأصل في الثقافة المغربية ممزوج مع الحداثة حيث تم استخدام نهج بارامتريك في التصميم والذي يسمح بتكوين أشكال هندسية متكررة ومنظمة كست واجهته الخارجية وجعلته تحفة معمارية منقطعة النظير وهي مصنوعة من الفولاذ المتقدم. كما تسمح الواجهة بدخول التهوية الطبيعية. في النهار يلمع الملعب ببريق الشمس وفي المساء تتحول واجهة الملعب إلى شاشة ليد ضخمة للعرض. أما سقف الملعب فيتميز بتصميمه المبتكر والمتقدم الذي يغطي مدرجات الملعب بالكامل ويحميها من العوامل الجوية ويعطي تداخل رائع مع الهيكل الخارجي ما يجعل الملعب تحفة بدائية ومن بين الأجمل في العالم. من الداخل يظهرك الملعب بشكل أنيق والمتناسق حيث تم تصميم الطابقات لتكون أقرب لأرضية الملعب قدر الإمكان ما يعزز الأجواء الجماهيرية الحماسية داخل الملعب.
سيتم أخذ اللاعب المصاب إلى المستشفى داخل الملعب وعمل الفحوصات لتحديد مدى خطورة الإصابة، وفي حال احتاج عملية جراحية سيخضع لها داخل المستشفى